بصوا يا جماعة، ده ولد صغير اتحبس الخاتم في صباعه زي ما انتم شايفين، وبيحاول الدكتور يطلعه، بس الطريقة صعبة جدا ودقيقة جدا. لو غلط أي غلطة بالصاروخ اللي في ايده ده هيقطع صوابع الولد أو إيدين الولد. فيعني خدوا بالكم من الحاجات دي يا جماعة، ونخلي بالنا من نفسينا، لأن ما ينفعش طبعا ما نكونوش ناخده بالأسباب ونسيبه صباعنا يكبر والخاتم فيه لحد ما يتحبس الخاتم، ما نقدرش نطلعه زي ما انتم شايفين. ويا دوبك الولد يا عيني بيحس بألم كل ما الصاروخ ينزل، يا دوبك يسخن الخاتم الواد بيحس بألم زي ما انتم شايفين، فبيبرده بميه. خدوا بالكم من الحاجات دي كويسه جدا يا جماعه، لان الحاجات دي ممكن يعني تضرنا. خلي بالكم من نفسكم يا جماعه، يعني تمني ناخده بالاسباب. يعني ما ينفعش نلبس ولا غويشه ضيقه ولا خاتم ضيق، ولا مثلا نخرج موديلنا ونحط حلق وبعد كده يكون في صديد او حاجه. يعني ناخده الوقايه خير من العلاج، يعني ناخده بالنا من نفسينا يا جماعه، لان مش عاوزين نتعرض لنفس الموقف اللي بيتعرض ليه الولد حاليا دلوقتي. طبعا ملمومين حواليه بيحاولوا اللي هم يفكوا له الخاتم. طبعا المنظر يعني يصعب على اي حد، يعني مشهد لا يحسد عليه الطفل الصغير او الولد الصغير اللي لبس خاتم وابتدى صبعه يكبر وهو لابس الخاتم ما طلعهوش اكيد بقاله فتره. فخدوا بالكم من اولادكم وخدوا بالكم من نفسكم، الحاجات دي مهمه جدا. هنا طبعا كل ما ينزل الصاروخ عليه الولد بيحس بسخونيه، علشان كده بيكبوا ميه على صباعه. كل ما الصاروخ ينزل يا دوبك ما بيكملش ثانيه ويطلع لحد ما يفك. ابتدى يفك اهو زي ما انتم شايفين، ما شاء الله، الحمد لله اهو ابتدى يفك. سبحان الله. خدوا بالكم يا جماعه من الحاجات اللي زي كده، لان الحاجات دي مهمه جدا. الحمد لله الحمد لله اتفك الصواب. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.